يعني محدش عايز يجرب، محدش عايز يخاطر، فبيختاروا القالب اللي نجح قبل كده. وهنا بيظهر قالب البطل الشعبي القوي، لأنه سهل في التسويق، سهل يعملوا منه مقاطع قصيرة ويوزعوها على التيك توك والانستجرام، وبيخلق حالة من الجدل، وسهل يدخل الترند ويتصدر. ده اسمه في علم النفس تعويض رمزي. انت مش قادر تعمل ده في حياتك فبتعيشه على الشاشة. ولكن ده يفرض لي سؤال تاني: هل الفنان هو اللي بيطلب الصورة دي، ولا المسلسلات هي اللي بتحطه في قالب واحد؟ الواقع بيقول ان ايوه، لان النجومية في الوطن العربي مرتبطة بالهيبة والسيطرة والصوت العالي والحضور الطاغي. لو نجم عمل دور ضعيف مرتين، الجمهور ممكن يقول هو ماله ما بقاش زي الاول ليه. فالنجومية نفسها تتحول لسجن، النجم نفسه يخاف يخرج بره الصورة اللي الناس حاطاه فيها، لأن التنوع مخاطرة. لو عمل اجتماعي عميق شوية ممكن ما يجيبش مشاهدات، لو عمل فلسفي ممكن يبقى تقيل على نفسية الصايم اللي قاعد بيتفرج عليه. لكن صراع راجل قوي وخصم شرير وضرب وخيانة وانتقام، دي وصفة مضمونة جدا وسهلة الترويج.